سلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. الدنيا النهارده نازله شويه بس مش نازله جامد، لكن انا حده الكلام بتاعتي اتغيرت. انا شايف ان السوق بقى مرتفع جدا بالنسبه للاخبار المحيطه. احنا لما بنيجي نشوف السوق، حد يقول لي السوق عالي ولا السوق واطي، احنا بنشوف السوق فين بالمقارنه بما يحدث، بالمقارنه بالاحداث اللي بتحصل، بالمقارنه بالاخبار اللي بتطلع. الاخبار مش ملزمه، مش معنى ان في خبر سيء النهارده ان معناه ان احنا خلاص هيبقى موقفنا سيء، لا 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 خالص. لكن فكره ان في اصلا خبر سيء، فده معناه ان المناخ العام للمستثمر او المزاج العام للمستثمر مش هيبقى كويس. يعني مثلا التقرير بتاع فيتش بتاع تخفيض التصنيف الائتماني، الخبر ده مش معناه ان احنا وحشين خالص، ولكن معناه ان الخبر اوريدي طلع، يعني في خبر سيء طلع. فالخبر السيء ده طبيعي جدا لما حد يشوفه يحس لا ده أنا الدنيا كده مش حلوه. ده بيقلل حاجه اسمها شهيه المستثمر او الانفستر سنتمنت. ما ينفعش يبقى الارقام طايره والاخبار مش ماشيه مع الارقام. يعني دي ما فيش حاجه اسمها عالي واطي. عالي واطي ده نسبي. عالي بالنسبه لايه وواطي بالنسبه لايه؟ ما هو طالما في اخبار جديده، ما هو لازم السوق يتعادل مع الاخبار. مش هخش بقى في القصه اللي دخلنا فيها 1000 مره بتاعت لو حصل تعويم هيحصل ايه. اكيد لو حصل تعويم الدنيا هتطلع، ده مفروغ منه. انا شخصيا مش هلعب على كده وما اقدرش اغلط اللي هيلعب على كده، لكن انا شخصيا مش هعمل كده خالص في ظل هذه الاخبار المحيطه. برضو نقطة مهمة جدا، الناس اللي بتقعد تبعت لي تقول لي المحلل الفلاني خليني اشتري وغلطت يا جماعة المحللين كلهم بلا استثناء اللي معانا في المجال ده بشر بيخطئوا ويصيبوا، وانا بخطئ واصيب. وزي ما الراجل ده قال لك حاجة وطلعت غلط، انا كمان ممكن اقول لحضرتك حاجة وتطلع غلط. مش مهم اسم مين، يعني حط لي اسم بقى بين قوسين وحط الاسم اللي تحبه، مش عارف فلان الفلاني، فلان بتاع مش عارف ايه، فلان بتاع التليجرام، فلان بتاع كل دول. ده راجل محترم تعب وعمل مجهود وهو مؤمن باللي بيقوله، وهيسيب ساعات وهيخطئ ساعات زي ما انا بعمل كده. فده ردي على اي حد بيبعت لي برايفت على اسم شخص معين. طبعا نفس الرد بابليك اهو، يعني مش هرد على حضرتك بشكل مختلف في السؤال ده ابدا، لان الراجل فعلا تعب وعمل مجهود واجتهد، وهيصيب وهيبقى صح احيانا وهيبقى خطا احيانا زيه زي اي بشر في الدنيا. برضو يعني احيانا بيجي لي رسائل، انا عارف ان دي الاقليه ممكن يكون الرساله دي تيجي واحد في الالف، بس برضو انا عايز اتكلم عليها. انا عارف ان 999 شخص من اللي بيتفرجوا ممكن يكون اصلا دماغهم ما تجيش في اصلا في الموضوع ده، لكن معلش ما هو دي بقى منصه عامه لازم اقول رايي. الرساله بتاعت انت عندك اهداف وانت عايز الدنيا تحصل فيها مش عارف ايه، فانت عشان كده بتقول. يا جماعه والله العظيم انا الحمد لله فضل من ربنا بعيدا عن الفخر، انا عندي دخل ضخم جدا جدا من مواضيع ليس لها اي علاقه بالبورصه نهائي نهائي. يعني انا عندي دخل فعلا ضخم، مش هقول ارقام. يعني البورصه دي ما تجيش فسفوسه في اللي انا بعمله. القناه دي اصلا كلها على بعض جديد. انا اصلا ما أنا طول عمري شغال الحمد لله، وطول عمري اللي متابع حياتي من زمان وعلى الانستجرام شايف انا راكب عربيات، يعني سيارات رياضيه من 2010 ولا 11 اول سياره رياضيه ركبتها. فيعني يا جماعه انا بالنسبه لي موضوع البورصه ده يعني كده ايه، تسالي بالقناه دي باللي فيها بكل حاجه. انا بحب الموضوع ده جدا وبحب اطلع اتكلم، لان انا حاجه نفسيه، انا حاسس ان انا بعمل حاجه مهمه جدا جدا. يعني ده الواحد فيكو المستثمر اللي في البورصه، الشخص المستثمر اللي مش بيطلع يتكلم في قناه، لما تلاقي واحد صاحبك من اللي ملوش في البورصه يقول لك انت بتعمل ايه، يقول لك بورصه، ولا يسمعك بتشتري ولا بتبيع، يحس يعني بيجي له انبهار. دي حاجه كبيره قوي يا جماعه. فان حد بقى يطلع، يعني ربنا يوفقه ان هو بيطلع يتكلم في المجال ده، فانا نفسيا حاسس بعمل حاجه كبيره. فانا سعيد جدا، ان شاء الله يكون بيتفرج عليا يا رب 100 واحد بس. انا سعيد بالموضوع ده، فانا بعمله عشان بحبه. لكن لا العائد المادي بتاعه ياثر، واقسم بالله ما يعني ولا كانه موجود. وبالنسبه للكورس بتاع البورصه اللي ببيعه، انا راجل بيزنس مان. انا اتعلمت اطلع فلوس من اي حاجه بعملها. مش محتاج الفلوس، يعني يجي لي كام يعني في الشهر، واقسم بالله ولا تفرق معايا حاجه ولا كانها موجوده اصلا. بس انا دماغي فكر بيزنس، طلع فلوس من هنا وطلع فلوس من هنا وطلع فلوس من هنا. عندك 20 مصدر دخل يبقوا 25، ده فكر بيزنس مان. لا ليا مصلحه من هذه القناه، ولا هستفاد حاجه، ولا العائد المادي بتاع القناه ده يذكر فضل من ربنا، بيذكر بجانب العائد المادي بتاعي في الحياه. يعني انتوا يا جماعه موقع تنوما سيلف اللي كتبته لكم امبارح ده، لو دخلت عليه هو عليه 50 منتج بس كمان متقسمين في باكجات وبتاع، فبيتباع 83 ايتم. في ايتمز منهم ب 120 دولار، ايتم واحد يخش يشتري شروه ب 120 دولار. في ايام جالي 30 و40 اوردر في يوم واحد. يعني انا اسف ان انا بخش في تفاصيل، بس الناس اللي تبعت الست ليك مصلحه وانت عايز الدنيا تنزل عشان مش عارف ايه وانت بتعمل كده. والله يا جماعه ولا الحاجات دي حاجه جنب اللي ربنا رزقني بيه خالص من مصادر تانيه خالص. فالنصيحه اللي بقولها هنا ممكن تكون صح وممكن تكون غلط، لكن هي قناعاتي الشخصيه اللي انا مؤمن بيها. انا في هذه اللحظه اللي قلتها انا مؤمن تماما باللي انا قلته. ممكن اطلع غلط، ما انا بني ادم، لكن ان انا ابقى بقول حاجه عشان مش عارف ايه، لا لا لا، الكلام ده حاجه رخيصه يعني. ومش هقول لحضرتك، يعني مش هاخده لحضرتك من زاويه يعني مستحيل هاخد قرش حرام، مش هاخدها من الانجل دي.
لان في ناس ما تفهمش اصلا فكره ربنا، ما هو مش متخيل دي حاجه مهمه. يعني في ناس بالنسبه لها الموضوع ده يعني القرش الحرام ان ده حاجه كبيره، فهو مش هيفهم كده، فانا بفهمه اللي هو هيفهمه. انا دخلي ضخم، مش محتاج اصلا يعني الملاليم دي مش محتاجها خالص. حضرتك دي لو حضرتك ده فكرك، انت كده وصلت لك الرساله حسب تفكيرك. بس انا عارف ان الكلام ده يا جماعه يخص واحد في الالف، بس الموضوع يعني نقول على مدار الشهرين اللي فاتوا جالي مثلا من 3 4 انفار، فحابب اوصل لهم بس رساله بوضوح يعني. ومعلش ان انا خرجت بره الموضوع، بس ايه كلمتين في قلبي كنت حابب اقولهم يعني. ومشاهد البورصه، مشاهد قناه البورصه، مشاهدين البورصه عامه ناس متعلمه وناس محترمه، والناس اللي بتعامل معاها على الواتساب اللي معايا في الدعم، دكاتره جامعه وناس اساتذه افاضل وناس محترمين. 999 من كل 1000 بيتفرجوا على القناه دي ناس 10 على 10. بيكون في بعض الواحد في الألف فكر بشكل غريب، بيكون في واحد في الألف اللي بيبعت رسائل غريبه، يبعت لي على الواتساب يسال سؤال غريب يعني، ده اللي بيكون موجود. لكن ال 999 بدون اي مبالغه والله ناس زي الفل، ناس متعلمه. انت مشاهد البورصه، انا عندي في علم النفس ما بتكلم، عندي ممكن فيديوهات تجيب مليون واثنين وثلاثه واربعه مليون مشاهده. كل انواع الناس بقى، الحابل والنابل، ما فيش سيلكشن هنا، الناس متنقيه. المهم معلش انا طولت في موضوع خارج البورصه يعني. الخلاصه يا جماعه، السوق ده صراحه مش متماشي مع الاخبار نهائي. يعني من الاخبار في حته والارقام في حته، ده مش طبيعي، ده مش منطقي ولا طبيعي ولا مبرر. مش هقعد اقول لك بقى لو حصل التعويم الدنيا هتطلع، ما انا قلت كده 20 مره. لكن الطبيعي ان ده ما يحصلش. ده اللي انا مؤمن بيه، مقتنع بيه مليون في المية. النهارده اطلع صح اطلع غلط، هذه قناعاتي الشخصيه اليوم. وبرضه نقطة سريعة عشان الناس اللي افتكرت من كلامي لما انا بتكلم على الموقع وببيع مواقع وببيع عليه كتب وببيع كورسات، الموقع بتاعت نوم سيلف، يقول لي طب ما انا كده انت بتعرف تربح من الانترنت علشان انت بتعمل حاجة انا ما اعرفش اعملها. يا جماعة لا، ده واحد من بيزنس موديلز، ده واحد في 500 بيزنس موديل. يعني في بيزنس موديلز كتير، في طرق كتيره جدا للربح. والله مش هتكلم ان ده مش موضوع الفيديو، لكن الخلاصه اللي مهتم بكورس الربح من الانترنت هيبعت رقم 5 بس على الواتساب اللي على الشاشه. شكرا يا جماعه، والى اللقاء في فيديو اخر. مع السلامه.